الله ونصلي على الرسول. كل عام وانتم طيبين. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا، اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل مع بعض النهارده الفطار بتاعنا سمك كده مقلي. انا بصراحه كان نفسي اعمله في صينيه جدا، يعني بس اعمله بالصلصه، بس بصراحه الوقت مش هيجيبني تمام. فايه هنعمله مقلي وخلاص ونمشي اليوم. انا هنا يا حبايب قلبي معايا كيلو ونص من السمك. طبعا غسلته كويس جدا وبسم الله ما شاء الله، وكنت نقعاه بليمون ودقيق بالسخن اهو، وحلو جدا تمام كده. السمك ده شوفوا السمك يا جماعه غالي نار بجد، غالي جدا. السمك ده عامل كيلو ب70 جنيه بالصبح تمام. معايا هنا فلفل الوان احمر واخضر واصفر، ومعايا هنا شبت برضو كنت مفرزاه في الفريزر تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. ومعايا هنا هاخد معلقه توم كبيره، والبهارات اللي معايا هقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنزل بالمكونات دي كلها كده نضربها في الكبه تمام كده. هجيب معلقه نضيفه انزل عليها كده. دي التتبيله بتاعت اللي هنتبل بيها السمك بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بقى كده نص عصره ليمونه صغير. نص ليمونه ده طبعا لو عندك خل بتحط خل، بس انا بصراحه ما عنديش. وهنزل كده بمعلقه من الزيت. بسم الله. يلا حبايب قلبي صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا هنزل اول حاجه كده بمعلقه من الملح، ما تنسوهاش. بسم الله كده عشان لسه معصر عليه ليمون. البهارات اللي معايا معلقه كزبره، ومعلقه كركم، وفلفل اسود. طبعا الكمون روح السمك، معلقه كبيره كده كمون. اضرب المكونات دي كلها وارجع لكم تاني، استنوني. ضربت كده المكونات كلها معايا. هنزل بيها طبعا الكميه معايا كبيره. اللي هيفوت مني مش هرميه، هعينه في التلاجة، ينفعني في حاجات كتير جدا تمام كده. فايه اللي هيفوت مني مش هرميه، مفيش حاجه بتترمي خالص. كترت الكميه سيبيها، بتحطيها على اي سمك بتتبلي بيها سمك، بتتبلي بيها فراخ، بتبقى حلوه جدا مش هتقولك لا. بس الاسباتولا بتاعتي وننضف الحاجه كده كويس اهي تمام كده. هنمسك السمك بتاعنا بقى نتبله كويس. اركن دي على جنب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزه اقول لكم تتبيله السمك دي بجد تحفه وحياه ربنا. نمسك السمكه كده تتبليها، تجيب بس كده سكينه افتحها كده فتحه كده. السكينه عندي كده يعني. هندخل بقى التتبيله بقى، هو مش معقول يعني مش هندخل التتبيله في السمك. بصي تفتحي السمكه بتاعتك كده من هنا ومن هنا، تتبلي بقى. دخلي كده التتبيله، اخلص الكميه وارجع لكم. كده خلصت السمك كله وتبلته زي ما حضراتكم شايفين. فاض معايا كميه من التتبيله. بصوا فاض كميه قد ايه من التتبيله. معايا علبه صغيره كده، دي كانت مكان القشطه تمام كده. غسلتها كويس ونشفتها. بننزل بباقي كميه التتبيله اللي معايا ونحطها في العلبه كده، مش هيجرالها اي حاجه خالص. بصي اهي، وهنعينها في الفريزر زي ما هي كده
طلعيها بقى تتبلي فيها فراخ، هتتبلي بيها سمك، هتعملي بيها بتنجان، بتبقى حلوه جدا جدا مش هتقولك لا. وبتبقى تتبيله جاهزه من كله، فيها الملح وفيها التوابل وفيها حاجتها كلها. بصي اهي تمام كده. بالغطا بقى بتاعها كده الحلو ده، وهنغطيها بيها اهي، مش هتقول لا خالص، وفي الفريزر وهترميها. بصي اهي. هنا يا حبايب قلبي كده حطيت معلقه كبيره من السمنه على معلقه من الزيت، هنزل كده بكوبايه كبيره من الرز. وطبعا هنعمل رز واحده وواحده او رز احمر زي ما بتسموه. ولو طبعا حابين تعملوا رز صياديه مع السمك ببصل اعملوا. تمام. انا كده عامه كده كده ولادي مش بياكلوا الرز ده، فانا بحاول اعمل ليا بس ليا انا وايه. تمام. معايا هنا بقى هنقلي السمك. معايا هنا شويه من الدقيق كده، هننزل عليهم كده بمعلقه كبيره من النشا. عايزه اقول لكم بتخلي السمك حلو جدا، بتخليه مقرمش وجميل. هنا بقى كده يا حبايب قلبي بحاول اقلب الرز اهو. تمام اهو، اعلي النار عليه. وطبعا لقيت كميه الرز انا غسلاها، وهحط هنا البهارات بتاعتي. هحط هنا معلقه كركم، معلقه صغيره كده. تمام. وهحط كمان معلقه كمون. بس كده بس كده. هقلب بقى كويس اهو كده. ممكن تجيبي طبق مسطح، بس انا كل مره بجيب طبق مسطح بيبهدل لي الدنيا بصراحه، بيبهدل لي البوتاجاز. فقلت لا انا اجيب طبق غويط. صراحه شوف ابني كسروا له الطبق. علي ابني ربنا يهديه، مش مخلي لي حاجه سليمه في البيت. يا رب يهدي ولادنا جميعا. طبعا اقلب الرز اهو، ايدي هنا وايدي هنا. تمام. خلاص السمك اهو كده تمام معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبايب قلبي كده حطوا لي لايك، حطوا لي لايك كده لاختكم مؤية، ما تبخلوش عليا باللايك. بسم الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت سخن معايا. اطهر السمكه بتاعتي كده حلو. فطار سهل جدا، بس السمك برضه غالي جدا. عاد كل شويه افكركم ان السمك غالي. قولوا له يعني السمك غالي، ايه اللي رخيص؟ مفيش حاجه عادت رخيص. الفراخ غاليه والسمك غالي واللحمه غاليه، كل حاجه غاليه. الحمد لله، ربنا يرحمنا برحمته الواسعه. ربنا يرحمنا برحمته الواسعه. تمام كده. نجيب بس كده الفوطه دي نمسح بيها ايدنا كده، ونقلب الرز مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا ميه في الكاتل بتغلي عشان الرز، حتى ميه في الكاتل. اول ما السمك ياخد لون معايا ههدي عليه النار عشان يستوي، وهغطي عليه كمان بغطا. تمام. عشان السمكه كده تستوي معاكي وتبقى جميله. تمام كده. معايا الرز هنا يا حبايبي اهو اخد لون. اهو ما شاء الله الرز هو ده اللون الجميل اللي انا حباه. اهو. بنهدي بقى عليه النار. طبعا كمية الرز الثانية أنا اهو غسلاها. بسم الله. وهقلب بقى كمية الرز اللي معايا اهو قبل ما احط المية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وتاخديه بقى تشويحة كده وتشوحي في الرز بتاعك وتاكل جميل. انزل عليه بقى بالمية المغلية. تمام كده. وبتعلي عليه النار. تعلي عليه النار واحط له الملح بتاعه. تمام كده.
بصوا هنا يا حبايب قلبي كده الرز اهو، وهديت عليه النار عشان يستوي براحته خالص. تمام كده. هنسيب السمك اللي معايا بقى، ونطلع بقى السمك بتاعنا كده. السمكة الحلوة دي ونصفي الزيادة كده خالص كده. برضه كده على الشبكة اهي. تمام. تمام كده. وطبعا معانا الليمون. الليمون ما ننساش اهو، نعصر عليه ليمون. نحط بقى عليه ليمون كتير بقى. بصي السمك بيموت في الليمون، حط الليمون ما تخليش عليه. تمام. اخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم تاني. ما تنسوش اللايك. وخلاص يا حبايب قلبي، شوفوا السمك بتاعنا الجميل بقى. بصوا حلاوه السمك. وكمان الرز بتاعنا خلاص بيكون استوي بصوا جماله. هنطفي عليه بقى النار. خلاص كده بيكون الفطار الجميل. هنعمل بقى السلطه والعصير وارجع لكم، مش هطول عليكم. وبكده يا حبايب قلبي بيكون الفيديو بتاعنا والفطار بتاعنا جهز. الف هنا وشفا. اتفضلوا معانا. والله نفسي اقول لكم تعالوا كلكم بس مش مقامكم. الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت واليك توكلت. ذهب الزمن 3 العروس فتنفجر ان شاء الله. صوما مقبولا وافطارا سويا ان شاء الله. واشوفكم على خير في فطار جديد ويوم جديد من يومات ست البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.